رسميا النادي الاهلي بيفوز على الالومنيوم بنتيجه 1-0، سجله محمد هاني في الدقيقه 93، ويصعد النادي الاهلي لدور ال 16 لمواجهه فاركو. والمباراه دي لسه ما اتحددتش وممكن تتلعب السنه الجايه. بس انا عايز اتكلم على شويه نقط مهمين في الماتش. ازاي 11 لعيب بيدافعوا في منطقه 18؟ بقى دي كره؟ احنا عاوزين نشوف كوره. 11 لعيب بيدافعوا في منطقه 18، الاهلي مش عارف يعمل باصه واحده بس. انا عارف الفرق ما بين النادي الاهلي والنادي الالومنيوم فرق كبير، بس لازم يكون في كوره. حتى المشاهد اللي بيشاهد الماتش مل من كتر مفيش كوره اصلا في الماتش، مفيش هجمه عدله، مفيش كوره عدلة. حتى الجون اللي احنا جبناه ما تحسبش، والحكم حسب ضربه جزاء وسام ابو علي دخل وضيعها، اللي ما كناش متوقعين ان وسام ابو علي هيضيعها. بس عادي، كل اللعيبه بتضيع، مش وسام ابو علي اللي هيضيع بس الحمد لله محمد هاني نجدنا احسن ما نوصل لاشواط اضافيه. ربع ساعه وربع ساعه وجع القلب، وكان ممكن النادي الاهلي يوصل لضربات جزاء، وكان ممكن الاهلي يخسر في ضربات جزاء. بس الحمد لله محمد هاني نجدنا، وانتهت المباراه على كده بنتيجه 1-0.